من الواضح إن الإصابة مش سايبة اللاعبين في حالهم، منهم حجازي كل لما يفكر يرجع ويقدم مستوياته المعروفة بتوقفه عند حده، ولكن قدر يرجع بالتدريج ويظهر من جديد مع فريق نيوم السعودي. حجازي من اللاعبين المهمين للمنتخب وبالأخص في الفترة القادمة، لاعب عنده خبرة، لعب في أكتر من مدرسة وواجه لاعبين أساطير، ودي نوعية اللاعبين اللي هترجع توازن الدفاع للمنتخب الوطني. مع محمد صلاح والشناوي ومرموش هتكون لعب من الدفاع للهجوم. أحمد حجازي مش أقل من أسامي اللاعبين اللي في المنتخب حاليا، بل بالعكس أفضلهم كمان، حتى لو كان لسه مرجعش لمستواه حاليا، لكن مع الوقت الفترة اللي جاية هيجيب الفورمة اللي شفناه بيها فعلا. حجازي اعتذر رسميا لكابتن حلمي طولان للانضمام للمنتخب التاني كاس العرب، وده لأن عايز يثبت مكانه مع فريقه في الدوري السعودي نيوم ويوصل لمستوى قوي عشان كاس العالم. ضروري كابتن حسام حسن يتواصل مع أحمد حجازي عشان يضمه للمنتخب من جديد، هو يستحق ده. وما تنساش لو عجبك المحتوى اعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان بيساعد الفترة الجاية. سلام.